عمرك سألت نفسك ليه في ناس كتير من اللي حوالينا أذكياء ومبدعين لكن ممكن يعانوا عشان ينجزوا أبسط المهام؟ النهاردة هتكلم معاكم عن اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD. الحقيقة اللي ملايين الناس عايشينها من غير ما يعرفوا، بس مش كل اللي بيحس بأعراض من اللي هقولها عنده فعلا ADHD. مين اللي عنده الاضطراب وإيه الحل؟ بشوية حاجات لو فهمتها صح ممكن تغير حياتك أو حياة شخص قريب منك 180 درجة. معاكم دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري وأستاذ الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. أولا إيه هو ال ADHD؟ تخيل إنك واقف قدام 20 شاشة كلهم شغالين في نفس الوقت ومطلوب منك تركز في شاشة واحدة بس. صعب مش كده؟ ده التحدي اليومي لشخص عنده ADHD. هل المصاب بيه طفل عنيد أو شاب مهمل؟ أكيد لأ. الشخص ده مش متعمد إنه يتشتت أو يندفع، لكن عنده مشكلة حقيقية سببها نقص شديد في مادة الدوبامين أكتر من 30% من الطبيعي، وكمان في النور إبنفرين واللي بيعتمد تصنيعه على الدوبامين كمان. تخيل إنك بتسوق عربية ببنزين أقل من النص، هتوصل إزاي؟ ده بالظبط اللي بيحصل مع مخ حد عنده ADHD. عايز يركز بس المادة اللي المفروض تساعده مش كفاية، وده بيخليه ما يعرفش كمان يكمل المهمة للآخر. تعرف إن فيه 3 أنواع من تشتت الانتباه وفرط الحركة ال ADHD حسب الأعراض. النوع الأول فرط الحركة أو الاندفاع، النوع التاني تشتت الانتباه، والنوع التالت الاتنين مع بعض. إيه هي الأعراض؟ وهل بتختلف حسب العمر ولا لأ؟ عند طفل ما بين 6 إلى 12 سنة دايما بيتقال عليه كلمة مميزة جدا، إنه بزنبلك أو بموتور، ودي أحد أعراض مشكلة فرط الحركة أو الاندفاع. ممكن كمان يكون بيتحرك كتير، ما يقدرش يثبت في مكانه، ما يقدرش يقعد مدة طويلة حتى لو ده ضروري، ما يقدرش يلعب أو يعمل أي حاجة بهدوء، بيتكلم كتير وبسرعة بالذات لو متوتر، مندفع في الرد وبيجاوب قبل ما تكمل السؤال، ما يعرفش يستنى دوره ودايما يقاطع. أما أعراض تشتت الانتباه فممكن يكون ما يعرفش يهتم بالتفاصيل، ما يعرفش يحافظ على تركيزه، ما يعرفش يكمل المهمة للآخر، ما يمشيش على خطوات، يتوه في النص، مش مركز حتى لو بتوجه له كلام مباشرة، ما يحبش المهام اللي فيها تفكير ووقت، ما يعرفش ينظم حاجاته ولا وقته، بيضيع حاجاته، بينسى مواعيده أو المطلوب منه، سهل يتشتت عن اللي بيقوم بيه بأي صوت أو فكرة ملهمش علاقة باللي بيعمله. الأعراض عادةً بتقل، ممكن تختفي خالص عند 17 سنة بس ممكن تكمل. تشخيصه في شخص بالغ بيحتاج 6 أو أكتر من أعراض التشتت أو 5 أو أكتر من أعراض فرط الحركة لمدة 6 شهور، بشرط يكون في دليل إن الأعراض كانت موجودة من قبل ما الشخص ده يتم 12 سنة، وطبعًا تكون الأعراض مأثرة على حياة الشخص ده الاجتماعية والعملية، يعني مش هييجي الشخص وهو كبير إلا لو كان عنده وهو صغير. هل ممكن طفل كان حركته كتير وصعب السيطرة عليه وهو صغير وفجأة لما كبر بقى منعزل أو مهمل أو عصبي؟ الحقيقة إن ال ADHD أعراضه ليها أشكال كتير حسب المرحلة العمرية. أهم الشكاوي اللي دايما يجي بيها البالغين التسويف وعدم القدرة على إتمام المهام، ومشاكل الثقة بالنفس اللي بتأثر على الشغل والعلاقات. على فكرة في قصص نجاح كتير حقيقية لأشخاص عندهم ADHD، كان كل اللي حواليهم فاكرينهم مش هيوصلوا لأي نجاح وفاجئوا الكل بنجاح باهر فعلا. في قصص شفتها بنفسي وكنت شاهدة عليها، وفي قصص ناس انت غالبا سمعت عنهم وما كنتش تعرف ان عندهم ADHD، زي مايكل فيليبس السباح الأسطوري صاحب ال 28 ميدالية أولمبية، النجم العالمي ويل سميث، إيلون ماسك، وإن كان مش مصرح تماما إنه متشخص بال ADHD اللي عنده أعراض كتير منها واضحة، وكمان يقال إن ألبرت أينشتاين كان عنده ADHD. يا ترى إيه الأسباب والعوامل المؤثرة في حدوث ال ADHD؟ مين المسؤول الحقيقي؟ مفيش داعي أبدا نلوم نفسنا على حدوث ال ADHD لأنه مزيج ما بين الجينات والبيئة وحاجات تانية كتير، لكن الأكيد إن التدخل البدري بيفرق جدا. سؤال مهم، هل في تحاليل وأشعات لتشخيص ال ADHD وهل في علاج فعال ولا لا؟ صحيح مؤخرا ظهرت تقنيات حديثة منها الأشعة التشخيصية زي Single Photon Emission Computed Tomography SPECT، ودي ممكن تساعد في تشخيص نوع ال ADHD وممكن قدام في العلاج، بس لحد دلوقتي مش معتمد عليها في التشخيص وما تكفيش لوحدها. الحقيقة إن ممكن تكون كتير غريبة على بعض الناس إن تشخيص ال ADHD بيعتمد بشكل أساسي على الاختبارات والتقييم النفسي الإكلينيكي من الطبيب المختص مع الشخص أو أهله،
وبنقيم فيها السلوكيات والأعراض وتأثيرها على حياة الشخص ده. ومش معنى إن التشخيص من 6 سنين إن لو في أعراض قبل كده نهملها لحد ما الطفل يتم 6 سنين. بالعكس، إحنا كل ما اتعلمنا نتعامل إزاي مع الأعراض دي من بدري ممكن الطفل ما يكملش مرحلة الاضطراب أصلا. أما لو الشخص كبر وعدى ال17 ل20 ل30 وعنده الأعراض، فممكن في أي وقت وأي عمر يتعالج ويكمل كشخص طبيعي جدا، بشرط إننا هنتبع خطة علاجية متكاملة. العلاج النفسي أو العلاج السلوكي بيساعد الشخص إنه ينظم وقته وتفكيره ويومه عموما، يتحكم في انتفاعاته ويطور من مهاراته وتركيزه ويحدد أهدافه ويكون عنده دافع وثقة وينجح في كل ده. ممكن جدا في حالات كتير ما يحتاجش جنب الكلام ده علاج دوائي أصلا، أو لو احتاجه يبقى بنسبة بسيطة ومش طول العمر. دور الأسرة والمدرسة في حالات الأطفال والمراهقين مهمة جدا، والدعم المحيط بالشخص المصاب بال ADHD بيعلي جدا من نتائج العلاج وبيسرع. دلوقتي هقولك على 5 حاجات ما تعملهمش أبدا لو عندك ADHD. تخيل إنك بتلعب لعبة كل قواعدها ضدك بس أنت هتعرف تكسب. 1. ما تبطلش رياضة أو حركة عموما. ممارسة الرياضة بانتظام بتحسن مستوى الدوبامين اللي بيفرزه المخ وبيساعد في العلاج جدا. 2. ما تفضلش طول اليوم في مكانك ما بتتحركش ولا طول اليوم على الموبايل أو على الشاشات. خد بالك الموبايل والألعاب بتخليك تدمنها. ممكن تشوف فيديو دوبامين ديتوكس أو فيديو إدمان الموبايل عشان تفهم أكتر. 3. ما تعتمدش في أكلك تماما على الكاربس. قلل الكربوهيدرات اللي هي السكريات، العيش والكوكيز والحاجات دي كلها. هتسعدك صحيح بس هترفع لك السيروتونين، ده هيكاونتر بالانس الدوبامين، يعني هيقلله في الآخر وهتكون مش عارف تركز وكمان مش فارق معاك. 4. ما تفضلش وسط المشتتات. قلل حواليك الأصوات العالية. رتب مكانك، قسم مهامك. 5. ما تسيبش يومك عشوائي. استخدم تقنيات إدارة الوقت وتنظيم اليوم، ممكن عن طريق استخدام لستة مهام to do list، تحديد أولويات. الروتين اليومي مهم جدا، أوقات نوم ثابتة لحد ما، وقت للمذاكرة، وقت للشغل، وقت للراحة، وطبعا مكافآت. افتكر دايما انك تكمل من مكان ما وقفت مش من الأول، وما تقللش أبدا من قوة خطواتك الصغيرة. تقدر تغير حياتك.